السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سنة ونص من تبطيل السجاير، قول لنا ايه المردود اللي حصل لك؟ ده سؤال بتسأله من صحابي ومن الناس اللي حوالين مننا ومن الناس البسيطة اللي شافت الفيديو اللي فات. طيب، بعد سنة ونص انا كنت بعاني في وقت ما كنت بدخن من الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية كانت عندي مزمنة، تمام، تقريبا بمعدل اسبوعين او ثلاثة كنت بروح اكشف عليها، وكان للاسف مفيش اي حل. الحمد لله لما بطلت سجاير بدأت يعني المشكلة تكون قربت على الانتهاء. الحمد لله بيجي عليا فصل الشتاء، كنت بتعب اكتر في فصل الصيف عشان فكرة التكييف وفكرة تغيير درجة الحرارة. فبقيت الموضوع دلوقتي يعني لو انا كنت بتعب مثلا بروح للدكتور في اي سيزون من الاثنين 5 6 مرات، انا دلوقتي ممكن يعدي عليا السيزون اروح مرة واحدة. تمام. بعدين الاحتقان، انا كان بيجي لي احتقان بشكل دوري بشكل مستمر، واحساس رهيب بالالم. تقريبا كل اسبوع اتعالج واخد مضادات حيويه واشرب حاجات دافيه، يعدي الاسبوع اللي بعده الاقي نفسي بتصاب برضه بنفس احتقان في الزور. فده الحمد لله الحمد لله احتقان في الزور الحمد لله يكاد دلوقتي ما بقاش موجود. يعني ممكن لو جات لي انفلونزا شديده مره كده يجي لي معاها احتقان، لكن غير كده الحمد لله ما عادش موجوده بصوره مستمره. يشهد ربنا ان ربما كان ممكن اسبوعيا تقريبا انا اللي هو انا عايش حياتي باخد مسكنات وفي نفس الوقت باخد حاجه مضاد حيوي. كانت حياتي عامله كده. طيب، الحاجه الثالثه اللي ربنا عافاني عنها، يعني الحمد لله الحمد لله كرم وفضل من عند ربنا، ربنا عافى عني فيها، هي الصداع. انا كل الناس اللي حوالين مني والناس القريبين مني عارفين ان انا كان طول الوقت عندي صداع نصفي وصداع مستمر ما بيروحش، تقريبا فعليا ما بيروحش. الحمد لله من الوقت اللي انا بطلت فيه سجاير الصداع ما راحش بصوره، يعني عشان يبقى الكلام واقعي ويبقى الكلام حقيقي انا بكلمكم من قلبي، عشان اقول لكم كلام يبقى الكلام ده حصل معايا وانا جربته وانا عايشه. الصداع حاليا بيجي لي لكن مش بنفس المعدل، يعني ممكن نقول قل 70%. فهل 70% دي مش نسبه كافيه او راضيه بالنسبه لي على الخطوه اللي انا عملتها؟ انا قعدت مدخن ربما قربت من 10 سنين، 10 سنين بدخن، وال10 سنين دول انا بتعذب فيهم. الحمد لله خلال السنه ونص دي انا كل يومين صحتي بحس ان هي بتتعدل وبتتظبط وبترجع زي ما كانت. انا على فكره اللي ما يعرفش انا كنت بحب الكوره جدا 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 يعني، وكان حلمي من احلامي وحاجه كده ان انا اطلع لعيب كوره جامد وبتاع، لكن ما حصلش نصيب. وبعدين خدت السكه الثانيه، سكه التدخين والسجاير. لكن الحمد لله الحمد لله من سنه ونص ربنا كرمني الحمد لله. ربنا يكرمكم جميعا، وكل اللي بيدخن يبطل، واللي بيدخن يحاول. يا جماعه حاولوا، هي ممكن ما تجيش من اول مره، لكن لو حاولت مره واثنين وثلاثه اكيد في مره هتظبط معاك. انا يكفي ان انا بقول لك الجيوب الانفيه كانت عندي مزمنه، حاليا الحمد لله كانت خلاص المشكله اتحلت. كان عندي احتقان بيجي لي بشكل دوري وبشكل على طول مستمر، الحمد لله بقى يعدي عليا شهور ما اعرفش يعني ايه احتقان. الصداع النسبي الحمد لله الحمد لله كان يعني قل مثلا بنسبه 60 او 70%. فدي اسباب تشجعك. ده غير بقى بصحتك، غير بقى ان هي حرام، دي قصه ثانيه خالص، دي قصه ثانيه خالص ان هي حرام. ف والحاجه الثالثه برضو الفلوس. احنا في وقت دلوقتي كل جنيه او كل ريال او كل درهم انت اولى بيه، وابنك اولى بيه، وبنتك اولى بيه، وانت نفسك اولى بيه. يا عم جيب فاكهه، جيب عصير، جيب اي حاجه، اي حاجه لصحتك، روح جيم، اشترك، غير حياتك، البس، اعمل اي حاجه. لكن تضيع كل فلوسك او جزء كبير من الراتب بتاعك او المرتب على السجاير، بتضيع صحتك. هو ازاي الواحد كان بيشتري مرض، كان بيشتري حاجه بتدمره؟ فسبحان الله الانسان في غفله، لكن كلنا قادرين ان احنا باذن الله باذن الله نتغير ونتغير للاحسن. بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق. السلام عليكم.